السلام عليكم. انا طالع اقول كلمتين بالنسبه للناس اللي بتقول ازاي تسيب وظيفه شبه دي بمرتب شبه ده وتمشي. انت قاعد في تكييف، انت قاعد في مكتب، انت بتعملش حاجه غير ان انت بتتكلم، وتسيب مرتب شبه ده وتروح تشتغل شغلانه تانية بخمسة او بستة. حابب اوضح فكرتين. اول حاجه، انت مش مكاني او مش مكان الناس اللي شغاله المهنه دي، فما تقدرش تحكم من مكانك، فبالتالي انت بتبص في رزق غيرك وسايب الرزق اللي ربنا قسمه لك. تاني حاجه، انا مش ببيع نفسيتي او صحتي مقابل كنوز الدنيا، ودي اهم حاجه، لان بالتالي لو صحتك راحت او صحتك النفسيه راحت انت مش هتعرف تجيب ولا مليم، لا قدر الله، ربنا يحفظنا ويحفظكم طبعا. وما تفتكرش ان في حد كده بيطلع من الباب للطاق، لا، الناس دي كلها تعبت، جرت، اتعلمت لحد ما وصلوا للمرتب اللي انت شايفه واو. ولكن هو مش واو ولا حاجه، ربنا اعلى واعلم بظروف كل واحد، وربنا حرفيا قاسم لكل واحد رزقه على قد مسؤولياته واولوياته بالظبط. لو انت بتاخد خمسة ربنا قاسمهم لك على قد مسؤولياتك بالظبط. لو انا باخد 10 او 15 ربنا قاسم لي ال 10 او ال 15 دول على قد الضغوطات والمسؤوليات اللي عندي في حياتي. فبلاش نبص بصة اللي هي بنبص في رزق غيرنا من غير ما نعرف ايه الضغوطات اللي بيمروا بيها، او ان المهنه دي بتجيب فلوس كتير فانا لا هروح اشتغل. فكل اللي انا طالبه منك، يا اللي انت بتقول انتوا قاعدين في مكتب وبتاخدوا رواتب قد كده، عايزك تروح تضغط نفسك بس 6 شهور لسنه، اتعلم انجليش او الماني او اسباني او فرنساوي، شوف اللغه اللي انت ميال ليها، وروح اشتغل في المهنه دي سنه او سنتين. عايزك ترجع بعد السنه والسنتين دول وتقول لي يا عم فرماوي انت كان عندك حق، المهنه دي متعبه نفسيا، وانا لو هاخد كنوز الدنيا استحاله ابيع صحتي وابيع نفسيتي وبس. هو ده كل اللي كنت عايز اقوله، عشان بس يعني نفصل الجدال عن موضوع انتوا بتاخدوا فلوس قد كده ازاي تسيبوا مهنه شبه دي. انا مش بطلع المهنه وحشه ولا حاجه، بس المهنه فيها ضغط نفسي ومش اي حد يستحمله. انا واحد من الناس استحاله ابيع نفسيتي او صحتي مقابل فلوس. وبس كده، ده كان كل اللي عندي النهارده في الكلمتين دول، قلت ادردش معاكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.